خل اخذ هذا التليفون بعدين اقرا من. تفضل، من معي من العراق؟ تفضل من العراق. طيب شوفوا يا اخوان يا استاذ عزيز، انت معنا؟ استاذ عزيز، استاذ عزيز انت معنا؟ استاذ عزيز، استاذ عزيز، استاذ عزيز، استاذ عزيز، استاذ عزيز، استاذ عزيز، اهدى اسمح لي استاذ عزيز. انظروا يا اخوان، استاذ عزيز، هذا بس انظروا يا اخوان. استاذ عزيز، استاذ عزيز، طيب استاذ عزيز، استاذ عزيز يا اخي اصبر خلي اسالك، اصبر استاذ عزيز، استاذ عزيز، استاذ عزيز، لا اله الا الله، ما يسمع يا اخي. استاذ اسمعني، عزيز من المغرب، عزيز من المغرب يا رجل، اسمعني ما يسمع. اسمع استاذ عزيز، يا استاذ عزيز يا مكرم، اسمع احنا في حرب الجمل انه طلحة والزبير خرجا الى البصرة، قال لكي نقتص من قتلة عثمان بن عفان. وفي تاريخ خليفة بن خياط بسند صحيح أن الذين قتلوا عثمان بن عفان هم أعلاج من مصر، أيهما الصح وأيهما الخطأ؟ تفضل أنت مكرم يا أخي، تفضل صوتك شوي، تفضل. شوفوا يا اخوان، انتم اسمعوا، هل هو جبان أم هو شجاع؟ يا أخي شوي يا أستاذ عزيز، يا أستاذ أنت أخ كريم، وأنت أخي في لا إله إلا الله، شوية نتأدب مع بعضنا البعض الآخر، شوية يكون بيننا محبة، هذا شهر رمضان، اهدى يا أخي. مع من كان الحق عندما خرج طلحة والزبير على علي بن أبي طالب عليه السلام؟ تفضل. لا تقطع لي الصوت، تفضل. من كان مع الحق؟ اسمعوا يا شيعة، نعم. هل أنت بحرب الجمل تريد أن تكفر عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ لا نريد التكفير هذا في كتاب البخاري يقول انه، بس اسمح لي يا اخي، اسمح لي، اعطيني مجال بس، اهدى ارجوك ان تهدى وخلي الحوار. احنا اخوه يا اخي، احنا اخوه، وهذا شهر رمضان. في صحيح البخاري عندكم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني على ضوء البخاري فإن طلحة والزبير وعائشة عندك كفار، عندك أنت في كتابك. تفضل. ويقطع علي الصوت، انظروا تفضل صوتك واصل. اسمعوا يا شيعة، اسمعوا. هل عائشة كفرت عندما خرجت على إمام زمانها؟ قل أنا كنت شجاع. واضح، بس على رأيي أنا ولا على رأي البخاري؟ قل نعم على رأي. هل عائشة كفرت عندما خرجت على إمام زمانها؟ واضح، على رأيي أنا ولا على رأي البخاري؟ عائشة كفرت عندما خرجت على إمام زمانها. هذا سؤال موجه يا أستاذ عزيز، اهدى لا تصرخ. هذا السؤال موجه لي، يعني على ما أعتقده أنا، أم موجه على اعتقاد الطرف الآخر اللي منهم البخاري؟ تفضل. انظروا لفوق الدوران، هذا أتفتخرون بهؤلاء يا أستاذ عزيز، إذا أنت تقول أنا أجيب، جوابي يختلف. إذا أجيب إلزاما لكم في كتبكم الجواب، فأنت بس اهدأ. أنت توجه لي اعتقادي أنا وعدلامي، ولا تريد أن أظهر لك الكتب وما تعتقدون أنت؟ بس قل لي إما هذا وإما هذا. تفضل. الواحد ما يستطيع الإجابة عن اللف والدوران مثل أفعى. لا إله إلا الله يا عمي. أنت عندما تسأل إنسان يا أستاذ عزيز، يا أخوان، عندما يسأل إنسان أنت تقول له ماذا تعتقد أنت، أو ماذا تعتقد الكتب، أما تقول هل هي كافرة بمفهومي أنا ولا بمفهومكم أنتم؟ فأنت قل لي، تريد أنا أجيب عن اعتقادي، أو تريد أن أجيب عن اعتقادكم وأظهر الكتب؟ فقط قل هذا الشيء. تفضل. يا وعد لا تتكى عليه يا أستاذ
انت بس اسمك واضح. شكرا انت ذكي، وانت انت مكرم، وانت خلوق، وانت مش ارهابي تقتل الناس وتهدد الناس بالقتل، انت كل زين. الان سؤالك انا سألتك ما جاوبتني. الان شوف يا مكرم، بس اهدى. انا سألتك انت لم تجب. نعم أنا سألتك وأنت لم تجب. زين الآن أنت سألتني. نعم من معي؟ عفوا. الو. نعم من معي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ خليني أجيب عزيز وبعدين أعطيك الدور أخي أبو أحمد. طيب أستاذ عزيز إمام زمانها، أستاذ عزيز، ولكن لما يتكلمون معنا نحن أهل السنة يخرصون يجبنون، لا يستطيعون. كل أن يكون عائشة كافرة أمام الملأ، والله لا يستطيع. ولكن مع الشيعة ومع العوام يقول لهم عائشة كافرة وخرجت على إمام زمانها عائشة كافرة، ولكن عندما يأتون أمامنا يا أهل السنة بالله عليكم، أهؤلاء من يمثلونكم؟ يا أهل السنة بالله عليكم أتفخرون بهؤلاء؟ يا أهل السنة بالله عليك أين مشايخكم؟ أين علماؤكم؟ لما رجل يسألني، نعم لما رجل يسألني يقول عائشة كافرة على ضوء من؟ على ضوء الكتب اللي أنت تكتبها، على ضوء هذا الكتاب وعلى ضوء نعم وعلى ضوء هذا الكتاب البخاري. نعم عندكم انه انتم يلزمكم ان تكفروا عائشة. فانت اهدى وقل لي كافر على معتقد من؟ تفضل انت مكرر. عفوا من تناقش أسود أهل السنة. طيب أنت تسألني ولا تسأل أستاذ عزيز اهدى يا أخي، صلي على محمد. أستاذ عزيز صلي على محمد. أنت تسألني تعال اعتقادي يا أستاذ عزيز. عالم سني، أنت أكبر عالم عندك، والله لا تسوون جزمة عالم سني رضي الله عنه وأرضاه. شوف هذه الإساءة ما تنفعك، لأن الناس الآن تشاهد أخلاقي وتشاهد أخلاقك، جزمة وأقتل وأعصر البصل وما أعرف إيش هذا الكلام. تفضل أخونا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معركة خيبر يا شيخ وعد هي في التفاتة الرسول عليه الصلاة والسلام وآله عنده فارس الميدان الذي جندل الفرسان علي بن أبي طالب عليه السلام. لماذا من بداية الأمر النبي ما أرسل علي بن أبي طالب إلى خيبر؟ هل هناك حكمة؟ لماذا بداية أرسل أبو بكر وعمر؟ هل أراد أن يبين أمرا؟ لماذا حتى لو كان الإمام علي أرمد لماذا ما طلبوا كما في الحديث وبرأت عينه وأرسلوا؟ هل هنا يعني في حكمة أراد أن يبين النبي لأصحابه أمرا؟ هذه نقطة. النقطة الثانية عبارة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لماذا لم يقولها لأبي بكر وعمر؟ أنا حبيت أبين واضح. أما بالنسبة للسؤال الأول، صدقني لو أن النبي صلى الله عليه وآله أرسل علي بن أبي طالب من البداية كان قالوا إيش يعني علي يفعل ونحن نفعل، علي شجاع ونحن شجاع، وحيث أنه أراد أن يقيم عليهم الحجة. وفعلا إلى الآن أنا أقرأ بعد 1400 عام إلى الآن وأنا أقرأ أن هؤلاء جبناء يجبنون أصحابهم ويجبنونه. فالنبي صلى الله عليه وآله أراد أن يقول أنه إذا أردتم أن تمايزوا وأن تفضلوا فهنالك على أرض الواقع من هو أفضل من هؤلاء. والدليل على ذلك سوف أعمل تجربة، والتجربة ستكون فتح فاشل، وأعمل تجربة مع علي بن أبي طالب عليه السلام والفتح سوف يكون فتح مبين. فلذلك أراد أن يقيم الحجة. أما لماذا لم يقل هذه
كما ذكر سعد بن أبي وقاص، هذا اختصاص لأمير المؤمنين عليه السلام، لأن هو يحب الله والله تبارك وتعالى يحبه. تفضل. شكرا لك أخونا الكريم. تفضل يا أستاذ عزيز، تفضل. تفضل أستاذ. طيب معي على الهاتف الآخر، من معي؟ تفضل. محمد من ألمانيا. تفضل أستاذ محمد، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله، تقبل الله صيامكم وطاعاتكم. الله يبارك بكم. طبعا وانت يعني حضرتك تقرأ بالحديث، يعني أطلت على نقطة مهمة لهذا، يعني هذا الحديث يعني دلالة واضحة على عصمة الإمام علي عليه السلام. نعم. يعني الله شو يقول، الرسول شو يقول عن رسول الله؟ لأن رسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. عندما قال أعطي الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله، الآية القرآنية شو تقول بالقرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. إذن هنا علي عليه السلام اتبع النبي بالحرف. هذا يعني إذا كان يتبع نص ونص ما كان اسمه اتباع. فالوحيد اللي اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام علي عليه السلام، ولهذا قال له الرسول يحبه الله ورسوله. أحسنت، بارك الله بك. نعم. شكرا لك أخونا الكريم، بارك الله بك، جزاك الله خير على المداخلة. تفضل عمار. السلام عليكم حاج وعد. اللهم يتقبل إن شاء الله صيامكم. الله يبارك فيك. إذا يعمل الإيمو، يعمل يا أستاذ عمار. إيه الآن نعمل. أنا بس فقط أنه أوجه رسالة إلى الأخ عزيز، أخونا عزيز الفاضل. طيب لحظة، قبل أن توجه رسالة، لحظة، سينضم إلينا بعد هذا الهاتف شيخ أسد الحق علي إن شاء الله. تفضل أستاذ عمار. فأخونا الفاضل عزيز، يعني أنه نرجو أن تهدأ، لأنه نخاف يصير عندك هارد أتاك. صح. يعني فشوية اهدأ، الله يوفقك إن شاء الله. سؤال حجينا، الأخوة يقولون أن أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبي بكر وعمر وعثمان، ويتوقفون في هذه القضية. الآن سؤالي، في الصلاة الوسطى كل المسلمين يصلون فيقولون اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي من آل محمد. طيب لماذا الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أن أبو بكر أفضل الخلق لم يدخل أبي بكر في الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد الأوسط؟ هل الله لا يعلم أن أبي بكر مثلا ليس هو أفضل الخلق؟ يعني ما شلون ممكن يحلها إن الأخ عزيز قبل لا يتوفى إن شاء الله بالسكتة القلبية؟ الله يبارك فيك. هو عصبي على أي حال. شكرا لكم مولانا أبو جعفر. خلي يستقبل شيخ أسد على تليفونك بالضبط يتصل. شكرا لك مولانا أبو جعفر. مشكور حجنا. الله يبارك فيكم. طيب شيخ أسد موجود؟ تسمعني شيخ أسد؟ شيخ أسد تسمعني؟ شيخ أسد؟ السلام عليكم، تسمعني؟ عنده مشكلة. إذا تخابر على الإيمو تتصل شيخنا. الآن تسمعني؟ طيب خلي استقبل التليفون من ألمانيا. أظن ألمانيا. تفضلوا ألمانيا. السلام عليكم أستاذ وعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أبو علي من ألمانيا. تفضل أبو علي، تفضل. يعطيك العافية إن شاء الله والصحة والسلام. الله يبارك فيكم. أستاذ وعد عزيز موجود لو راح؟ عزيز لا، بس هو يسمعك، هو يتابع دائما. يسمعني يتابعني. عزيز صار له ساعة يصيح يقول يا شيعة اسمعوا زينان الشيعي دا سمعك. أنت سألت سؤال الأستاذ وعد هسه العالم كله تباوع. قل 40,000 مرة قلت للأستاذ وعد قول يابا شي يقول؟ دا يقول لك أنا شو أقول؟ أنا هسه شيعي، أنت تقول اسمعوا يا الشيعة؟ أنا شيعي دا سمعك. يلا شنو سؤالك؟ عائشة كافرة ولا لا؟ أستاذ وعد دا يقول لك زين كافرة. أنت دا تسألني أنا رأيي، أستاذ وعد يقول لك رأيي أنا لو رأيي البخاري. ليش هاي النقطة ما قدرت تعبرها؟ ليش قمت تصيح؟ احنا نريد نسمع، احنا نريد. سؤالك جميل وحلو لكن بدون أسئلة.
قل عائشه كافره، لا مو مشكله، بعيني هاي وعيني هاي. دا يقول لك اني رايي عمود اقول لك يا رايي فلان شيء. لو تريد راي البخاري زين ليش ما بلعتها؟ لان تعرف بالبخاري ايش مكتوب، تعرف بالبخاري ايش مكتوب. الشيعة يسمعوك عزيز. احسنت. ويدري اذا قرات البخاري كما تفضلت راح يصطدم، واذا قال رايي انا اقول له رايي بكل وضوح. تفضل. استاذ وعد هو يعرف بالبخاري ايش مكتوب، بس هو شو يريد يتصنع عندك شغله، يقول لك يا عائشه كافره، عم يقول لك كافره، اقول انظروا ويطق نفسه ويفجرون وانتهى الموضوع. بس انت ما اعطيته مجال، والعالم دا يسمعوك عزيز. احنا حجتنا قويه، احنا الشيعه حجتنا قويه. انا عندي حديث يقول الله سبحانه وتعالى يحب الامام علي. عندي حديث يقول الله سبحانه وتعالى يحب الإمام علي. أنت عندك حديث الله يحب أبو بكر، عمر، عثمان، جيبه. عائشة، لو كله طعن ولعن. جيبه إذا عندك، جيبه. حجتنا قوية. إذا عندك أقول له إذا عندك حديث مثل ما تفضل جيبه وإحنا نرحب به. غير هو هيجي هو بالصياح اسمعوا ودد زين. انت شوف الصراخ مالتك ما يفيد. انت اذا عندك دليل وصاحب حجه تجي مرحبا استاذ وعد يعطيني مجال، يعطيك 4 ساعات واحنا نسمعك. قدم الادله مالتك على حسب الاصول. انت تريد تلقف شغلات وتستقطع من اليوتيوب، هاي روح بقنواتك ذني المعفنه، هناك روح بيها. هاي القناه تختلف. اشكرك استاذ. الله يبارك فيك. لا عفوا. على الخط اذا احتاجتي مساله شرعيه. لا احنا انضم الينا الاستاذ عزيز. لا معنا الاستاذ عزيز انضم الينا قبل الاستاذ عزيز. تفضل اخ اسد، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم. انا اريد على عزيز. ايه هو موجود يسمعك، موجود. عزيز انا اريد يقتلني. انا اقول عائشه من اهل النار وباعترافها وباعتراف القرآن. لحظة هو الآن لا لحظة الآن يسمعك عزيز، تسمع؟ عزيز تسمع؟ لحظة سأوجه له السؤال. عزيز اسمع السؤال أستاذ عزيز. تفضل أستاذ أسد، يسمعك عزيز، يسمعك الآن. أنا عزيز أقول من القرآن والسنة بأنها من أهل النار يا عزيز. سمعتوا يا اخوان؟ سمعتوا؟ تفضل استاذ عزيز. قل لي لماذا؟ تفضل استاذ عزيز. لا كل الادوات الجباني يقول عائشه كافره امام الملأ. تفضل استاذ عزيز، تفضل. انا اقول كافره امام الملأ ومن القرآن والسنه. تفضل. يقول هذا وعد الليمبي، انا اريد اسمعها من وعد الليمبي. الله يقول بالقرآن يا نساء النبي من تأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لا ما رأيك بالقرآن؟ استاذ عزيز خلي الحوار يكون هادئ واهدأ. انت كل مرة تقول انا اذبحكم، انا لو انت كنت معي، لو كنت كذا، فانا ارجوك ان تهدأ. هذا رمضان وانت اخ عزيز وكريم وانت مكرم. تفضل. لا والله قطعت عليك. اولا كل هذا اللي يتكلم بالهاتف كله اولا ان يتعلم القرآن ولا يعرف حتى قراءة القرآن. واضح. تفضل. يلا عائشة كافرة بالقرآن. يلا تفضل. شنو دليلك اسد؟ اسمعني اسد، شنو دليل؟ من القرآن يا اخي اسمع عزيز. يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. وعائشة مو ذرة، قتلت 30,000. استاذ عزيز اهدى بس اهدى. هو ماذا يريد ان يقول لك؟ يا اخي اصبر علي، اصبر. انت مشكلتك انه عندك في قلبك شيء يا استاذ عزيز. بس اهدى. هذا رمضان، غير اسلوبك شوية. فكر هذول المساجد اللي علموك الاشياء اللي علموك هذول ما ينفعوك اخي، لانه الحوار يكون بمحبة وبأخوة. انت اخ لنا يا اخي. الان هو ماذا يقول لك؟ يقول لك انه قتل في معركة الجمل كثير. من المسؤول عن هؤلاء القتلى؟ تفضل. هذا الشيعي هذا من اين اتى بهذا القرآن؟ اسمعوا، اسالوا هذا الشيعي هذا يا استاذ عزيز. هذا قرآن عمر.
أستاذ عزيز أستاذ عزيز أستاذ عزيز أستاذ عزيز أستاذ عزيز حتى قراءة القرآن يا إخوان يا أستاذ عزيز أستاذ عزيز، أنت لو بس تهدأ، بس اهدأ، الأمور تصير طيبة. الآن عائشة عندما خرجت للجمل، عندما خرجت قتل الناس قبل أن تخرج، كان هنالك قتلى. تفضل. ويقرؤونها بالخطأ، بالقراءة يقرؤونها خطأ، ويقول لك نحن عمي انت تقرا صح. اقرا لي من تاتي منكن بفاحشه، يلا يضاعف لها العذاب ضعفين. يلا كيف يلا الله يكذب علينا لو صحيح. تفضل استاذ عزيز، تفضل تفضل استاذ عزيز. الرويبضة، هذا هو الرويبضة الذي يا اخي ارجوك لا تسيء يا استاذ. استاذ عزيز شوف استاذ عزيز، بس اسمعني نصيحة. الآن العالم تضحك عليك، تضحك على عقولكم، تقول أن هؤلاء من يمثلونكم، هؤلاء من تفخرون. أنتم الآن تشعر أنه على عقيدة عار، على العقيدة التي تشعر عار، ما تستطيع أن تجيب عن سؤال واحد. سألتني سؤال قلت لك تريد أنا ولا أنتم تكفرون، تقولون أنه في البخاري أنه عائشة بالصريح هكذا تقول: قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وتقولون من حمل علينا السلاح فليس منا. وعلي بن أبي طالب النبي قال: أنت مني، هو مني وأنا منه. فهذا في كتبكم، ليش تزعل يا أخي؟ لا تزعل. عشان برنامجه أنا أتحداه، أقول له قل بلسانك، قل عائشة كافرة. أنا أتحداه. عائشة كافرة يا حبيبي بالقرآن، تظاهرت على النبي وكذبت على النبي، كذبت على النبي وقالت له في فمك رائحة مغافير، وكذبها الله ورسول الله شك فيها في نبته للدواء وقال فلتشرب منه. ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل استاذ عزيز. طيب على اي حال شيخ اسد، هذه البضاعة الموجودة حقيقة انه الاخ عزيز انسان غاضب جدا، حاقد جدا، هو والباقي لا يستطيعون الدخول. يبقى عزيز، ما يخالف، يبقى عزيز. لا هو يبقى عزيز ومكرم يبقى. على اي حال استاذ اسد تفضل كمل المداخله حتى ناخذ التليفونات. تفضل استاذ اسد. هي هاي مداخلتي. انا اقول له بان عائشه كافره من القران، الرسول الله يكذبها من القران ويقول لها ليست مغافير في فم النبي. كذبها. والله سبحانه وتعالى يقول: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يعني ما مشمولة بالعذاب. ويقول في آية: فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. هي يا مثقال، ما قلبت الدنيا يا مثقال. طيب احنا فهو يقول عائشة كافر، هي تقول اني احدثت. انا نقول لو هي تقول اني احدثت حدثا فلا تدفنوني مع رسول الله. لو هي تعترف. شكرا لكم استاذ اسد. شكرا. اخر نقطة حبيبي. واراد ابن الزبير ان يحجرها في صحيح البخاري، وقال: والله لاحجرن على عائشة. هل انا قلت كفر الصحابي عبد الله بن الزبير؟ اذهب. واضح. شكرا لكم اخونا الفاضل. شكرا حبيبي استاذ وعد. شكرا. سمعت هذا الكلب هذا يطلبني ويتركني على الخط. سمعت هذا الكلب؟ سمعت هذا الكلب هذا يا اهل السنه بالله عليكم، هذه اخلاق مشايخكم؟ هذا الذي يقول انا امثل أهل السنة وأنا أمثل أمي عائشة وأنا أمثل كذا. فهذه أخلاق حقيقة. أنتم الآن تسمعون كيف أعاملهم وكيف هو يتكلم بهذا النفس. تفضل أخونا اللي على الهاتف الآخر.
إذا لم تذكرهم في صلاتك تبطل صلاتك. يعني الصحابة إذا تذكرهم بصلاتك تبطل، وإذا لم تذكر محمد آل محمد صلاتك راح تبطل. يعني ما عندكم عقول؟ يعني واحد هم شوية يخلي يفكر بعقله مثل عزيز مثل غير عزيز. فأنا هذا سؤالي لهم. والله هذه تربيتهم، صلاتهم في التشهد، هذه تربيتهم. يعني عزيز ما يمثل أهل السنة حقيقة، لأن أهل السنة أشرف من هذه الأخلاق اللي هو الآن عليها. هو الآن أخلاقه للأسف أخلاق، يعني هو ما يتضايقون من ماذا؟ يعني مثل شكرا استاذ واحد يمثل اخلاق يزيد معاويه الا يعني هم مشكله هم والله ما اعرف استاذ عزيز. هذه شكرا لك الان اسئله استاذ عزيز، انت هذه اخلاق من تمثلها؟ اخلاق يزيد ام معاويه؟ خليني اتكلم. بس ممكن انت الان تكون باخلاق رمضان، شهر رمضان، وانت هذه انت الان تمثل. يعني انت تقول امي عائشه امس، بس اسمح لي انت امس تقول امي عائشه ربتني عائشه، والان لما اقدمك باحترام وبكل ادب تتلفظ هذه الالفاظ، عوائل تسمع، اطفال يسمعون. هذا معناه انه انت التربيه اللي انت عليها ينبغي ان تراجع حقيقه. استاذ عزيز، انا انصحك انه تراجع تربيتك وتراجع اخلاقك، لأنها ما هي اخلاق اسلام وفي شهر رمضان. سبحان الله. فيا اخي الكريم، المفروض الان انت تكون على اخلاق طيبه واخلاق المسلمين وتكون على هدوء. شيخ